مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بيكم معانا النهارده وحلقه جديده وبرنامجكم حدوته شبابيه. طبعا زي ما كلنا عارفين مر العيد علينا بفرحه وبهجه، اتمنى تكونوا استمتعتم بيه كل سنه وانتم طيبين. واحنا النهارده من خلال حلقتنا بيسعدنا اننا هيكون معانا النهارده مجموعه من شبابنا قادم مخصوص من الشرقيه، وطبعا سعداء بيهم، بس شباب فعلا موهوب جدا. تعالوا بينا مع بعض النهارده نبدا حلقتنا مع مجموعه من الشباب الموهوبين اللي جاي لنا من الشرقيه. تعالوا بينا نبدا. رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشره مع مجموعه من الشباب من الشرقيه بنرحب بيهم. ومعانا النهارده محمود كمال فتحي شارع عمري. اهلا بيك معانا محمود. الحمد لله على السلامه، نورت اسكندريه. والله كان مشوار مصر. معلش بس نورتونا. ومعانا احمد عبد الحليم مطرب. اهلا بيك يا احمد ونورت اسكندريه. طبعا محمود احنا عرفنا ان انت حاصل على مركز ثاني في الشعر العامي على مستوى جامعات الدلتا. نحب نقول لك طبعا في البدايه مبروك، ونقول بقى موضوع الشعر بدأ معاك في البدايه ازاي؟ موضوع الشعر بدأ في اي حد سميها. تمام؟ تحب تسمع كتير؟ سميها. انا كنت فضلت تقريبا 5 سنين اسمع. وبعدين جه موقف حد عزيز عليا، واحد صديقي حكى لي مشكله هو عاش، انا مش عارف اعمله ايه، يعني هو عايز مني رد. فكان الرد ان انا اكتب قصيده نص ارد بيه، يعني انصح بيه. وده اللي حصل، ان انا كتبت النص وهو اللي كان سبب، هو اللي عامل لي البيج بتاعتي وهو اللي شجعني ان انا اعمل وبدأ الدعم هنا. ولان انا كان ده اللي انا استنتجته بعد كده، ان كان عندي مخزون من الكلمات، 5 سنين بسمع شعر، فكانت البدايه تقيله شويه، يعني البدايه كانت بدايه صح.
فبالتالي ما خدتش تقريبا وقت بسيط، وكانت عندنا في نادي الادب في جامعه المنصوره كانت اختارتني المسابقه، والحمد لله انا جبت في المركز الثاني. ما شاء الله. طيب نقول دايما معروف ان اكتر جذبا للشباب او للمستمعين، هل الشعر العامي ولا الشعر الفصحى؟ هو في نوعين، الجمهور نوعين، نوع مستمع بس ونوع محب للشعر، بيحب الشعر او ممكن يكون بيكتبه او بيقوله، ده يعتبر جمهور للشعر تاني. تمام. من وجهه نظري وتقريبا دي وجهه نظر بتتماشى مع معظم المجتمع، ان دايما لغه الشعر هي اللغه الاسهل للوصول عليه، وهي اللغه الاسهل لفهمه. فبالتالي الشعب لغتنا عاميه، فهو بيفهم الشعر العامي وبيحبه اكتر. انت شايف ان ده اقرب يعني؟ انا شايف ان ده اقرب، يوصل لهم بسرعه، ان دي لغتهم اصلا. يعني زمان كانت لغتهم اصلا فصحى، فبالتالي كان الشعر بتاعهم فصحى، فممكن وجهه نظر اكيد كتير بيختلف معايا ان الشعر زمان كان شعر عامي بالنسبه للعصر بتاعه. فده اللي انا اقدر اقوله. انما انا النهارده شعر لغه بلدي لغه عاميه، فلما اكتب شعر بلغه عاميه هم يفهموها وما ياخدوش وقت فيها، ومع ذلك يقولوا عليها الله، ده حاجه كويسه. وبالاضافه الى ان كان انا كنت مشترك في نادي ادب المنصوره، فالاستاذ علي عبد العزيز طبعا ده راجل ليه فضل كبير قوي عليا، قال لي الشعر العامي اصعب من الفصحى. فانا كمان فانا قلت له ازاي يعني ازاي العامي اصعب من الفصحى؟ قال لي الكلام الفصيح اصلا لوحده حلو، فده زي تمثال جرانيت، مع اقل نحت فيه بيطلع لك شكل حلو. انما الشعر العامي بيجي من كلام بين الناس زي التين بالظبط، الصلصال، فده بتاخد وقت اصعب عشان تشكله في حاجه الناس تقول عليها الله. الشعر مش انك تقول جميل وحلو، الشعر انك تطلع جمله الناس تقول عليها الله. فبالتالي انا وافقت في ان فعلا الشعر العامي اصعب من الفصحى، مع احترامي لشعراء الفصحى. لا طبعا دي مطلق الحريه في رايك. طب نقول هل يعني انت جذبك فعلا انك سمعت العامي، ولا هي بالصدفه انت سمعت العامي فمن هنا عجبك؟ يعني هل مثلا يعني فاهم السؤال بتاعي؟ تمام. هو بصفه عامه اللي بيسمع وبيقرا وحابب وعنده لو 10% من الموهبه هيتكلم شعر، هيتكلم اصلا شعر من غير ما يبقى قاصد ان هو يكتب قصيده، هيبقى كلامه كله بيعجبك. انت شخص بتتكلم معاه بيعجبك كلامه في الكلام اللي هو بيقوله والصور وتعبيرات، ممكن ما تكونش ده قصيده اصلا. فبالتالي هنا يعني الكلام لما بدات انا ارد عليه، قلت لحضرتك انا بدات ان انا انصحه بكلام، فهو خده قصيده وخده نص وخده ان انا شاعر ما اعرفش ازاي. وبالتالي هو كان صاحب الفضل يعني ان هو عمل لي. بس انت على مدار ال5 سنوات دي هل سمعت من كل الانواع، ولا كان برضه التركيز في مدار 5 سنوات على عامي بس؟ هو لا طبعا صوت نزار قباني ما ينفعش. لا ده انا ممكن افضل اسمع 5 ساعات واطلع قصيده او مقطوعه مثلا كده اللي يسمعها يقول ده نزار. حد قال لي قبل كده بيروح نزار، فقلت له انا فعلا كنت قبلها عامل سمعت له 5 ساعات، فقال لي بعد كده ما تسمعش شعر وتكتب شعر، يعني ما ينفعش تسمع دلوقتي شعر بطل تكتب. لا انت كده بتنحت اللي انت سمعته، هو ده كلماته لسه في ذهنك فهتكتبها، حتى لو كانت الصور بتاعتك بس الفاظه بتاعته فهتنسى بيه. زي ما هو قال لي دلوقتي كده، قال لي زمان وكان دلوقتي بيروح نظر. قلت له طب وقتها كنت انا مبسوط ان دي حاجه كويسه جدا. قال لي لا انت شايف انها ميزه؟ قال لي لا ده انت شاعر، انت المفروض يكون لك مستوى الروح الخاصه بيك. المفروض يكون ليك انت اسلوبك الخاص. واحنا عايزين بقى الروح الخاصه بيك بقى. محمود سمعنا حاجه. هو في حاجه كتبتها تقريبا من يومين فحابب اقولها يعني. اسمها الحب ما بيجيش بالاراده. يا ايها القلب اللي شبه الليل، يومين 2 بدر وباقي الشهر حزين، اليوم ما تكونش زي نهار خالي من العتمه، لكن انا راضي ودي حاله وعارف انها لربنا حكمه. مكان الانبياء في قلبهم نور وعايشين في وسط سواد، والفرحه جواهم يمكن بدون اسباب، فليه تشق بحور وليه تلف بلاد؟ رزقك من الفرحه هيجيلك يمكن بدون اسباب، اصبر بس على ليلك تلقى النهار ولاد. في حاجات في نظرك جايز تكون ظلماك، وجايز وجود بنت بتسبح كل يوم اسمك وفي جمال يكون شايفك، فبلاش تعيش حالة ما هيش حالتك، ووعاك في يوم تقبل بنهاية كئيبة لحكايتك. اصبر على ميعاد ما تنامش عشانه لا يفوتك، وفرحتها لما تصحى على صوتك، وعشقها لنجمة في السماء
تتأمل فيها سكوتك، واصبر على مكالمة بالليل شهر، شهرين، سنة، سنتين، أكيد جاي. الحب ما بيجيش بالإرادة، الحب ما بيجيش بالإرادة. اسمعني بس، الحب عمره ما كان خيال. الحب برغم انه اغلى ما في الوجود لكنه موجود بين الغلال. فيا اوتار العنكبوت اعزفي لحن على الاموات متشعلقه فيك يتهين، ما يونس في علب الحوت يا مالك الملكوت اني كنت من الظالمين. وانا من العالمين بان الحب مش منك ولا مني، فاسمعي مني. لما يدوب اهتمامك وهو الشوق في كوبايه الحنين ويوحشك كل يوم وحشة سنين، وتشوفيه زي انعكاس الضوء لعينيكي فتشوفي وتحسيه في عز الشتاء يدفيكي، وتحتاجيه زي الهوا جوه رئتيكي، ويجيلك كل يومين بوردة ويقول ليكي، ويحكيلك عن يوم عدى ما تنفسكيش فتحس حزنه، وبرضه يقولك مفيش، فيلمح اللمعة في عينيها. في عوام يجيب سرب حمام من السماء في هيئة عقد، وأوام يجيب لك سرب حمام من السماء في هيئة عقد، ويحول القمر لهلال لأجل يكون لك حلق، وده مهرك وفاضل ومضتك على عقد. وينزل السماء منديل يكون شاهد على اندماج كفه في كف السيد الوالد. الحب ده باقي مع ان الكيان مش خالد. ويقلب الليل ينهار ويرصد قرص الشمس انه يكون بارد، ويحطه على راس كتابك ويشوفك كما البحر وهو يدوب موجة من الأمواج، ويشوفك كما البحر وهو يدوب موجة من الأمواج، ويبنيلك من وشوش الكناري بيوت، وفي بعدك يبقى أضعف من ورق التوت في فصل الخريف. وقتها تعرف البنت إن الرب قبل تسبحها لاسمك، وتحس النهار جواك، وتعرف خلاص بإن الليل هجر جسمك. طبعا يعني مختلفة فعلا تماما. العامية برضو اسلوب مختلف عن الفصحى. طب قولي، هل ده بقى المفروض الشعر او اللي انت بتقوله بيبقى له علاقة مثلا بتجارب او بمناسبات او باحاسيس، ولا بيبقى طالع بناء على ايه، ولا خواطر بتيجي في خيالك، ولا ايه؟ وجهة نظري ان الشعر عشان يكون شعر لازم يعيش كل حاجة، حتى لو مش عايشة فعليا يعيشها من جواه، يعبر عن احساس. انا ما قلتش احساسك، انا قلت يعبر عن احساس ممكن يكون موجود عند كل واحد فينا، ولا يبقى شعر حاله واحده بس. انا دلوقتي مثلا في حاله حب، مش شرط كمان فوق، انت كده مش شعر، انت كده وسط. طب انما الشعر هو المفروض يكتب عن احساس اي حد يمر بيه، مش شرط يكون عايش، بس لما يكتب فيه يعرف يوفيه. دي وجهه نظري يعني. تمام. طيب احمد بقى، احنا طبعا سعداء بيك زي ما قلنا في بدايه الحلقه. نقول انت بالنسبه لك برضه الطرب او ان انت تغني دي بنت موهبتك من وانت صغير ولا من قريب، ولا اتجهت لها ازاي؟ يعني تقريبا كده من وانا في اعدادي كنتش اعرف اصلا ان انا صوتي حلو او بغني. بدأت بالصدفه استاذ موسيقى اللي هو في اولاد حد بمعنى كده اولاد حد يقول لي النشيد ده بلحن معين، يعني ما قالش حتى حد صوته حلو ولا لا. فما لقيتش حد رفع ايدي، فانا لقيت نفسي اضطريت. طب انا ممكن اقوله. لقيت نفسي كان اول مره في حياتي يعني اغني. لقيت نفسي بقول النشيد، الاستاذ سقف لي، سقفوا لي اصحابي صوتك حلو او طب كويس. انا يعني حسيت فعلا ان انا يعني مبسوط بنفسي، يعني كنت اول مره مبسوط بنفسي، فحبيت بقى كده، حبيت الغنى جدا. بدات ما كبرت شويه في سوق الثقافه استشرفت ابو حماد في البلد، ويعني شويه بشويه خطوه بخطوه كده كنت بادئ هاوي يعني دلوقتي الحمد لله. طيب نقول، احنا عارفين ان انتوا تقريبا عاملين فرقه او حاجه زي كده. عاملين فرقه محمود، كانت فكره محمود. بيج باند، يعني شعر ومزيكا في نفس الوقت. المفروض ان احنا بنقدم فكره. يعني ايه انت محمود وانت ومعاكم بقى ناس تانية ولا معاكم ايه ده؟ احكي لنا. معانا محمد صلاح جيتاريست، وفي ناس في واحده ثانيه معانا علينا، بس انا اللي مشرف. تمام. هو قول انت يا محمود، قول انت يا محمود، قول. هو فكره الباند اصلا وجود جنسين في كل نوع. ومعنا بنت ولد بيقولوا شعر، بنت ولد بيغنوا، بنت ولد رقص. دويتو دي في كل حاجه. بس مش شرط التكرار، مش شرط يعني الولد بيقول شعر، ده الكلام ده اصلا العرب ان الولد بيقول شعر بعدين على طول البنت اللي بتقول شعر. هنا التنوع هنا هو اللي هيدي يعني شد الجمهور.
فهيبقى الفكره كانت في كده اساسا. هيبقى المجموعه كلها موجوده على الستيج، وهيبقى السبوت على اللي بيتكلم بس، مش هيخلص كلامه، ممكن ياخد تلت وربعه على حسب، وحد تاني يكمل. مثلا لو انت تقول شعر فولد هيغني وهيغني كلماتنا والحاننا. كله انتوا في اطاركم، ما فيش حاجه من بره ان شاء الله. ففي النص هيفصل بالرابر، بعد كده هنبدا نكمل تاني. في خلال ده كله بقى على الستيج هيكون في واحد ورا بيرسم رسمه بتدل على المضمون اللي احنا بنتناوله في اثناء العرض. وطبعا هيبقى في تدريب وكده بحيث هو يخلص ميعاد الرسمه بالظبط مع انتهائنا احنا كلنا من التقديم اللي عندنا. فبالتالي هو هيخلص معانا فهنعرض الرسمه. تقريبا ده بيبقى اتراكتيف للجمهور لان في رسمه وفي ناس بتقول، فانت هتبص فين. فهنا ان شاء الله يعني كلها وجود ان شاء الله باذن. طب نقول احمد، انت بالنسبه لك حته ان انت تغني من داخل الباند، هل التعارف ده منين؟ اتعرفتوا ببعض ازاي ودخلت معاهم ازاي؟ يعني الفكره جت من على فيس. محمود كان كاتب بالصدفه كده، لمحت بوست كاتبه في جروب معين، او هو كان فريند عندي. انا عندي الفيس دلوقتي، بس ما كنتش تعرف بقى انه شاعر وكده؟ لا ما كنتش اعرف محمود انه شاعر، بس ما كانش في صله مقربه بيني وبينه. محمود يا جماعه اللي بيكتب شعر، اللي بيغني، بيقول رابر، مزقزق، يا ريت انا عايزه. فانا طبعا لما بشوف اي حاجه زي دي، انا عندي فكره وعندي حلم نفسي يعني احقق اي فكره زي دي، حتى لو فكره بسيطه، حتى لو لسه بيبتدئ من الصفر. انا بحب كده، بحب ان انا اطلع، ما بحبش اطلع على حد واركب فوق عشان اوصل، لا انا بحب اطلع اتعب، هتعب، انا عارف ان هتعب. دخلت لمحمود قلت له انا بغني، طب قال لي اسمع صوتك، سمع صوتي، قال لي ماشي انت معايا، وبدانا بقى. الفكره جت من هنا الفيسبوك. طب الفكره ان احنا كمان عايزين نسمع، ولا ايه رايك؟ يعني ماشي. نسمع ايه منك؟ ممكن اقول حاجه محمود كتبها، حاجه عن مصر. تمام. الحاني وتوزيع محمد صلاح. انت بتلحن كمان؟ تمام. توزيع محمد صلاح ده الغايب. في الغايب جيتاريست. بيحضر توزيع. يا لالي يا لالي، عايش مبسوط وبغني، وعلى استعداد اني اوهب لها الحياة. هي حبيبتي واملي، ماليش غير دي بلدي، غلاوتها غلاوة امي، عندي كل الحياة. مصر يا ست الحبايب، بلدي يا ام العجايب، شعبك اصيل وطيب، وفي بعدك تملي خايب. مصر يا ست الحبايب، بلدي يا ام العجايب، شعبك اصيل وطيب، وتملي في بعدك خايب. مصر يا قلبي ودمي، فداك روحي وعمري، يا عروسة منورة في الليل، يا حورية يا بنت النيل. يا لالي يا لالي، عايش مبسوط وبغني، وعلى استعداد اني اوهب لها الحياة. مشكورك. طيب محمود، في سؤال مهم جدا، هل كل الشعر ممكن يتغنى، ولا بيبقى حسب الكلمات نفسها، ولا في حاجات ممكن تبقى لو جينا مثلا ناخدها كطرب تبقى تقيله، ولا ايه؟ هو في هنا حاجتين بتأثر في الموضوع ده. الحاجة الأولى أنت معاك ملحن هيقدر يلحنك أي حاجة ولا لا؟ فمش شرط يعني هنا أنت مطرب وملحن يعني. النص نفسه ممكن الملحن يعرف يلحنه والملحن ما يعرفش. فمش معنى كده إن إحنا لما الملحن ده ما يعرفش نقول لا ده النص ده صعب يتلحن، ممكن يكون عايز عن الملحن. وبرضه عشان ما اظلمش الملحن، هو في شعر خاص في شعر غنائي بيبقى اللي هو بيبقى ماشي على نفس التربه التكتيك، نفس البحر، مفيش فيه تنوع. طب هل انت بقى في الحاله دي لما تكون مثلا عارف مثلا هم هيغنوه فبتديهم الشعر بقى الغنائي ده، ومثلا لو بتعمل اشعار ثانيه ما بتديهاش بقى يتم غنائها ولا ايه؟ لا انا شايف ان دي بكون انا كاتبها اصلا بغرض انها نص، مش اغنيه. وبعد كده بكون شايف انها ممكن تتغنى وبعرض عليه، هتعرف تلحنها ولا لا؟ والله خلاص عارف يجيبها بطبقه صوته، عارف يجيبها باللحن بالوقفات اللي انا حطيتها، مش شرط وقفات، انا ممكن اعرف انا بقول النص عند كلماتهم اوبشن حسب طبعا. ممكن يكون انا عندي بس هم في هدف انه ما يغيرش معنى. ممكن انت لو حضرتك قرات الاغنيه من غير لحن ممكن ما تفهمهاش اصلا. هو خلاص انا حضرتك سمعتها باللحن ده، لو انا قلتها دلوقتي النص ده مش هتحس لا ده بيختلف. طبعا المزيكا بتوصل الاحساس، يعني
الغنى غير الكتابه، في حاجات ممكن الكاتب يقف عندها عادي ويكمل. طب في برضه نقطة مهمة جدا، يعني احنا ملاحظين ان في الزمن اللي احنا فيه ده الكلمات بقت مختلفة تماما، ما بقاش في كلمات الراقية بتاعت زمان، ما بقاش في الأداء بتاع زمان. هل يعني المطربين بيهتموا جدا باللفظ نفسه المسموع علشان خاطر اللي بيسمعه يحس ان ده كلمات زي كلمات زمان، ولا يعني المطرب اي حاجة ممكن يغنيها وخلاص بدل ماشية مع اللحن؟ هو للاسف يعني كله مش مع الموجه، يمكن الاغاني الشعب دلوقتي والكلام اللي هو يعني، لكن في برضه مش هقول لك ان هو كله وحش، في ناس بتكتب حلو قوي بس مدفونه يعني مش ظاهره. ممكن مع خطوه مع الوقت يظهروا، بس هو برضه كله بيرجع للمطرب ان هو سبب في الاختيار اصلا. يعني المفروض يعني انت مثلا ممكن يبقى قدامك كذا نص، انت شايف النص ده مثلا يعني كلماته مثلا احلى اقدر الحنها، او حتى لو انت ما كنتش ملحن شايف انها تنفع في الغنى، ولا بيبقى الاختيار ما بينكم متجانس ولا ايه بالظبط؟ بالظبط انا بختار بناء عليه، بناء ان الكلام عاجبني، الكلام بيدخل قلبي اصلا. او انا ممكن امسك قصيده محمود من اول ما اشوفها كده محمود انا عايز القصيده دي الحنها واغنيها، يعني حسب الكلام، في كلام بيدخل القلب على طول حتى لو هتقوليه من غير غنى، لو مش هتغنى اصلا، لو اتكلم كده بس كلمتيه القاء هو يدخل قلبك على طول. ففعلا الكلام نص الاغنيه. ده شيء يعني احنا يعني احنا بصراحه احنا الناس يعتذرون ان فعلا اي اغنيه بتنزل يقول اغنيه كذا، ده المؤلف يا جماعه ظلم يعني. المؤلف اللي كاتبها ده بيغنيها، انت لما تسمع ألبوم حد ما تسمعش صوته، انت عارف صوته، هات اغنيه الكلمات لمين؟ سمع كلمات الاغنيه هيقول ايه. طب برضه يا محمود في حاجات كتير جدا بتبقى لها علاقه بالمناسبات، يعني مناسبات دينيه، مناسبات وطنيه، مثلا مناسبات اعياد، اذا كانت حاجات عاطفيه، هل نقدر نقول يعني الشاعر بيدور على المناسبات عشان يبقى عنده مثلا عندي وطني وعندي مثلا شم النسيم وعندي مثلا عيد ولا بيبقى ايه؟ هو اكيد اي حد عايز يشد الجمهور، فشد الجمهور ازاي؟ بيلعب على مشاعر. زي ما فيش حاجه في مصر ما بتلعبش على مشاعر الناس. فبكلمك في الشارع فهم بيلعبوا على مشاعر الشعب. انا واحد بكتب داخل عليا عيد خلاص اكتب انا عيد. الناس تبقى عايزه تاخده وتشوفه. انا عشان كده بسالك عشان تسمعنا حاجه، يعني اي حاجه. ماشي. بالنسبه لرمضان الناس تمام بتكتب رمضان وهتلاقي فيه روتيني بقى لو كتبت ناس عاطفي في رمضان مش هتلاقي اقبال عليه. في حين انت لو كتبت سطر ديني هيبقى فيه اقبال عليه. دي ناحية دينية، احنا رمضانيون اصلا مش مسلمين. والله يعني خلي دي ناحية ثانية بعيد عنها. طب نسمع منك حاجة تانية واحدة. نسمع قلعة محبة. اوكي نسمع قلعة محبة. عن المخلوقة اللي في خيالي هبدأ اتكلم عن السماء والبحر وجمال الليالي وحيرتي في حالي ودايما في بالي بيجي في منامي يهمس فأهمس، يضحك فأضحك، اقول له بحبك يقول لي ده حقك، اقول له يا ظلي يقول لي عشقتك يا حتى مني ويقول لي فاضلي يا شعر سايح ويا مش جارح عيون حد غيري بتلمح خدودك يا بحر واسع انا نفسي مرة اعرف حدودك، انا عقلي سارح مش ناوي يرجع الا في وجودك يا دولة عظيمة وناسها كريمة. انا حلمي ابقى في حبي وحيد وادخل في قلبك وابني بقلبي 100,000 حاجز وسور من حديد ويبقى ده قلبك قلعة محبة وادخل في قلبك وابني بقلبي ويبقى ده قلبك قلعة محبة وازرع في قلبك واسقي بدمي 100,000 وردة واخطف ورودك واهرب هناك فطير وبرف ونفضل نجري ساعات وافضل اقول لك اني في حبك كتبت ياما وياما حكايات واني في بعدك ما كنتش بعيد واني في قلبك لسه الوحيد لانك في قلبي زي الوريد وهفضل بقلبي محافظ عليكي وانا ببني بيتي واقول لك يوماتي الاوضه اليمين هتبقى لبناتي انا وانت نبقى للاوضه اللي فوق واصحيكي بدري ناخد وندي قبل البنات ما تبدا تفوق وفي عز ضيقي تيجي تواسيني اوعي تسيبيني غير لما اروق كلمه بحبك بقت عادي عندي اصل اللي عندي قد الشقوق اللي في حيطان كل الغلابه اصل اللي عندي قد اللي عندك ويمكن زياده حبيبتي حياتنا واحنا في بيتنا خاليه تماما من طعم الكآبه كل يوم جديد هيبقى العيد والضحكة هتبقى على وشوشنا عاد حبيبتي ردي وقولي امين حبيبتي انت فين؟ مش انت برضو عندك في قلبك نفس الحنين؟ صورتك بعيدة قلبي بينبض بسرعة غريبة عارفني بحلم لكنك حقيقة بحس بوجودك في كل ساعة تعدي عليا ويمكن دقيقة وافضل اشوفك واقبل ظروفك واحكي مشاكلي لما بخلص بلاقيك روحتي وسبت النهاية تكتبها دموعي ما هو أصل غيرك يحلى لي أكتر
لما ينور بس بشموعي حبيبتي تعالي انا اصلي خايف تيجي النهايه فلاقيني وحدي واحده من دلوقتي. احييك صراحه. اعتقد ان النص ده مختلف عن النص التاني، ده ممكن يمشي غنائي اكتر. مش هيبقى طول قوي. بس النص اللي انت قلته الاول يعني متهيألي كونه هيبقى تقيل شويه لان هو اعمق من ده بالظبط كده. يعني انا هي الحته دي اللي كنا بنسال فيها اللي هي ايه، مش كله ينفع ان هو ايه يتغنى بالظبط، سواء حتى الناس تسمعه او حتى ده يغني اي حد. لا ده موضوع تاني. مش مستنيها نكتب اصلا، ده ممكن يغني كلامنا. طب نقول برضه يا احمد المناسبات لها ارتباط بالشعر وبالمطرب، بمعنى زي ما هو قال برضه مثلا مناسبات احنا دلوقتي رمضان فاكيد الواحد بيحب يغني حاجات دينيه اكتر، مثلا مناسبات انتصارات مثلا ويعني الحياه جميله يبقى مثلا حاجات وطنيه، دلوقتي حاله من الحب تسيطر على الناس وشعب تبقى حاله عاطفيه. ايه رايك؟ طبيعي اي حاجه في وقتها تدخل قلب الناس، يعني في فرح او بتدخل قلبك انت عايش دور الفرحه. ففي رمضان انا لما اقول حاجه دينيه اغني حاجه دينيه بتدخل قلب الناس، بتجيب اوقات كتير، بيبقى عليها تعليقات كومنتات كتير، تعيد في حاجه. فطبيعي فعلا زي ما حضرتك قلتي ان الواحد الفانز مستني يعني او الجمهور مستني الحاجه اللي تمشي مع المناسبه اللي هو فيها. فدي حاجه فعلا مظبوطه. طب نقول دلوقتي المناسبه ايه اللي نسمعها منك؟ انا ممكن اقول حاجه رومانسي حب. اوكي. اسمها مرسال لحبيبتي. الشعر اشرف توفيق. هي يعتبر شويه مش مشكله. حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ وهكتب لي حروف اسمك وانتي في قلبي ساكنة القلب عارفة قصتي وحالي. أما بعد مانيش عارف ده جوابي كام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الأقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الأوهام. كفاية إني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس أو شاف حاله في بعدك وصلى الرب واستغفر ذنبه وصام. ويا ما في نفسي يا ما في نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني، بحبك بس بحصل كتير مني. فمش هقدر اجيب لك من الذهب كفه واجيب لك من الياقوت كفه، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفه، ومش هقدر اجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفه. كفايه اني بحبك موت وحب الناس مهدار، وحبي عكسهم عفه. ولو ترضي فعندي شروط، انا طبعا بحبك موت ولكن برضو ليا شروط. انا عايزك تكوني في الوريد دمه وتبقي العقل انا همه، وتبقي ورد جوه القلب غيره يشوفه يتحسر ولا يشمه. وعايز رمشك الجارح صراط يجرح فؤاد غيري ما يضحكش وانا اجيلك اعدي فوق صراط رمشك وانا اخافش. وحتى لو وقعت من الخضة هقع في عينيكي واتوضى اصلي ركعتين لله وابوس من العينين وامشي لنا طماع ولا في طبع الانانية. جناين قلبي راح تفضل ولو طار البعد فتحة بحبك وانتهى بالكسرة نفسي اسمعها بالفتحة. صحيح حقيقيك فعلا ما شاء الله. نقول عشان تحافظ على ما شاء الله قوة صوتك، يعني هل بتعمل تمرينات معينة ولا المفروض مثلا عشان النفس طبعا. طب نقول حاجة زي كده ممكن ان انت تسهلك ان انت تقول موال
زي مثلا المطربين اللي بيحبوا يركزوا على الموال اللي بيعتمد فعلا على النفس الطويل؟ هي فعلا اللي انا قلتها من شويه دي شبيهه ما انا بالظبط حسيت كده، فانا عشان كده قلت اسالك. بالظبط كده. عندي الاستاذ اشرف يوسف ده اللي بيدربني، فهو بينصحني يعني بينصحني على حاجات انا هاوي، بنصحني اعمل كذا، اشرب بنسون، اجري، بيقول لي حاجات فعلا بتساعدني ان انا صوتي يبقى قوي في نفس الوقت نفسي طويل. ففعلا في حاجات تمارين فعلا بعملها. طب نقول دايما في مراكز الثقافه او مراكز برضه يعني الابداع، انت عندكم في الزقازيق وضهائي نقول في بيبقى جانب كده مركز مثلا على قسم صوتيات بيحاول انه يدي بعض النصايح او مثلا تمرينات عشان حاجات تاثر في الاداء، طبقات الصوت والحاجات دي كلها اللي كتير من المطربين عندنا اتبعوها. مظبوط. ما هو متوفره بالنسبه لك هناك؟ متوفره في قصر الثقافه الشرقيه. انا قصر الثقافه ابو حماد مركز تابع للشرقيه. ففعلا مدرب مايسترو اشرف يوسف ده اللي بيدربني، ده اللي بيقول لي بينصحني يوجهك. يعني هي ممكن نبقى مش بالقدر المراكز طبعا اكيد مش مشكله مش مشكله، موهبه اكتر وتمارين اقل تمزن برضه. الحمد لله ربنا معاك. طيب نقول يا محمود، طبعا زي ما كلنا عارفين في الوقت اللي احنا فيه ده صراع كبير جدا ومنافسه ما بين كل الشعراء ما بين كل المطربين. انتوا دلوقتي في مرحله الهواه، هل سهل عليكم ان انتوا تصلوا لمرحله الاحتراف كباند؟ هو المفروض بقى يبقى سهل عليكم انكم توصلوا بمستواكم لدرجه يتقال عليها احتراف. مش احنا نوصل، احنا مش هنوصل، والكلام ده ما يحصل. اكيد كل واحد بيكتب بيبقى حابب يقرا لغيره، سواء بقى يعني يشجعه، ياخد منه يستفيد من طريقته في الكلام. لما اكون ان انا اوصل لمرحله احتراف فده اللي هيحددها اسلوبي. هشوف. والحمد لله هو انا عندي نقطه ممكن تكون عيب ممكن تكون ميزه، ان انا كل ما اكتب نص بعتبر نفسي ما كتبتش غيره. بنسى كل اللي قبله وبتعامل على ان عندي نص واحد بس. طب ازاي انت بتعمل كذا هيبقى انت بس واحد بس؟ ازاي؟ ده اللي بيحصل. وبالتالي كل نص لاني بتعامل مع ذخيره واحد فلازم يطلع ده قوي. فده بيفيد لدرجه ان انا احيانا ما ببقاش فاكر نصوص، ببقى فاكر اخر 2 أو 3 بس، مع ان كل واحد منهم خد مرحلته صح وخد مرحلته في الحفظ صح وفي العرض صح، بس بيتنسى علشان اقدر اكتب غيره. طب نقول احنا للاسف خلاص وقتنا تقريبا بيخلص، فنقول يعني عايزين نختم معاك بنص كده انت عايز تقوله لنا وتختم بيه حلقتنا معاك قبل برضه ما نسمع احمد سريعا. وانا اقول مقدمه وبعدين اقول نص مش علاقه بالمقدمه ولا بالموضوع. عشان الوقت معنا. هلال ايامنا مش دايم، ما انا فيكي كما الهايم وكما الدرويش، انا قلبي بيصرخ اسمك لكن برجع وانطقه بشويش. فما تبعديش يا اجمل صوره في البرواز، يا ارق من ارق ازاز، انا عاجز بدون عكاز وبندهلك وبشتغلك وعايش في حين الليل بقول مواويل بتشبهلك، وكل كلمه في الموال بتردد حروف اسمك، ما انت عايشه جوايا ولو عني بعيد باسمك. انا وانتي في نص الشهر نكون بدر يتقسم بالنص بينا، نعيش حالة كما لو كنا في الجنة، فيجي اليوم اللي بعده أزعل نص يقل ويزيد نصك، فتخيلك ملاك بيهل فارجع تاني أضحك لك لآخر الشهر، فيجي الدور على نصك ففجأة يقل فتديني من نورك وأنا أشرب وعمري ما مل، ونتجمع أنا وأنتي في نص الشهر ونعمل بدر، فيجي عاشق مستني لمتنا عشان يكتبها في قصايده لوش الفجر. معقول أنا وأنت نعرف هجر؟ معقول أعيش وحدي؟ طب هو وحدي ينفع أكون بدر؟ والعاشق المستني لمتنا عشان يكتبها في سطور، والبنت اللي سهرانة تستنى الأمر يرجع بالنور. لو مش حابة لقيانا حرام تسلبي الكون وينبع سروره، حرام أكون محروم الليل بطوله لأنك مش فيه، وهو قلبي عايش وحالف من غير قلبك في عز الشمس اللي ينور عليه. ارجعي ريشة الشعر واقفة مستنية طولتك، دمعة البنت عشقة تشوف في عينيها فرحتك، طب بذمتك مش ترجعي؟ أنا كل يوم هحلم برضو بيكي، في كل ساعة هرسم لوحة ما فيهاش غير عينيكي، وهفضل أقبل أعيش بدون قلبي مدام قلبي بينبض فيكي. بحييك وبشكرك جدا، ما شاء الله كلمات رقيقة جدا،
وطبعا سعدنا بالشعر بتاعك جدا. ربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله وتنتقلوا لمرحله الاحتراف ان شاء الله باذن الله. هنختم معاك يا احمد، وطبعا زي ما احنا بنقول من خلال موهبتكم اكيد انتوا هتثبتوا نفسكم حتى لو تعبتوا في الاول، لكن كل واحد مثابر ومجتهد بيوصل في الاخر. نختم معاك وانت بتغني لنا اي حاجه من الحاجات اللي انت عايز تقربنا بيها. قلبك حنين يا نبي ومفيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي. قال لي النبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلوا عشانه ركعتين وفي كل عين دمعت شهيد. بالحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيبنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فار من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه، صف الملائكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع وندى المحبة على الفروع، يا رسول حنان آخر تبكي الصحابة من الخشوع من الخشوع. الحب ناس الطيبين ومهما بعدوا قريبين، من غير معاد رب العباد ينده لهم قلبه الحزين. من الحب ليه تستغربوا من الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. بحييك بسم الله ما شاء الله عليكم، بحييكم طبعا شعر جميل وصوت جميل ما شاء الله. اتمنى لكم يا رب كل التوفيق والشراء ونوروا اسكندريه النهارده. بشكركم مشاهدينا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا النهارده من خلال حلقتنا. موعدكم دايما بكل ما هو جديد، انتظرونا دائما، وده منكم حديث شوقي.